بالنسبة للاستعدادات ديال المقابلة ديال الغد، فالاستعدادات كجميع المقابلات اللي خدناها من قبل تجري استعدادات في واحد الأجواء طيبة كتير، فيها واحد الروح ديال الأسرة، ديال التضامن، روح ديال المسؤولية، ديال الجدية وباحترافية عالية. نعرفوا بأن المقابلة ديال غدا ضد منتخب محترم، المنتخب السوري، ما تكونش مقابلة سهلة، ومقابلة اللي خلال الانتصار كتمرك النصف النهائي. كنظن هنا كتكمل الأهمية ديال المقابلة. نظن أن الكل واعي بالمسؤولية ديالو، كل واعي بالأهمية ديال هذه المقابلة. إن شاء الله الرحمن الرحيم نديروا ما بجهدنا وأكثر من أجل الظفر بالفوز إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فبالنسبة للاستعدادات فالحمد لله كتمر بأجواء جيدة. المقابلة عارفين أنها تكون ضد فريق اللي قوي. الأمور يعني داخل المجموعة في يوم بعد يوم كتقوى أكثر، والرغبة كتكبر يوم بعد يوم، وإن شاء الله الرحمن الرحيم احنا مستعدين جيدا هذه المقابلة بإذن الله. أولا فيما يتعلق بالسؤال الثاني كنفضل أني ما نخوضش في هذه الأشياء. كنفضل أنني نبقى مركز على المقابلة وعلى الأسئلة اللي كتعلق بالمقابلة ديال غدا، هو الشيء اللي نبغي نبقى مركز عليه. فيما يتعلق بالسؤال الثاني على الطريقة كيفاش غادي نخوضوا المقابلة ضد المنتخب السوري، بكل صراحة حنا راكم نتوما دابا وليتو عارفيننا كيفاش كنشوفوا الأشياء وكيفاش كنتعاملوا، وهذه أشياء نابعة كذلك من شوف كرة القدم راه تنقول دائما واحد تجربة متواضعة ديال تقريبا 15 سنة في الدوريات الأوروبية وفي أعلى مستوى، ودابا الآن ما يقارب تقريبا 15 سنة كذلك في التدريب. كرة القدم هي حقيقة يعني تربية، كرة القدم هي حياة. كرة القدم كتعطيك دروس للحياة، ماشي مجرد لعبة، عندها أبعاد كثيرة. ومن بين الأشياء اللي تربينا عليها من خلال هاد السنين هذه هو أننا نكونوا متواضعين، هو أننا نحترموا المنافسين، هو أننا نعطيو الحق لجمهورنا اللي كينتظرنا، نكونوا عند حسن الظن، وأننا نكونوا تنافسيين، وأننا ما نرضاوش بالهزيمة. فكرة القدم يعني عندها أبعاد كثيرة، وهي مدرسة ديال الحياة. لهذا فكما قلت لكم نتوما راه كلكم عارفين كيفاش كنشوفوا الأمور، كيفاش كنتعاملوا مع الأمور بكل تواضع. كنحترموا جميع المنافسين بما فيهم المنافس اللي غادي يكون منافس قوي للمقابلة ديال الغد، وغادي نديروا جميع ما يلزم من أجل الظفر بالمقابلة. حقيقة أن المقابلة كتربح بأشياء كثيرة، منها كذلك الذكاء، ومنها التعامل مع مجريات المقابلة، مع لي طون فور مع لي طون فيبل. ما كاينش شي فريق كيلعب 90 دقيقة غير في لو طون فور ديالو، أو شي فريق كيلعب 90 دقيقة غير في لو طون فيبل ديالو. خصنا نتعاملوا مع بجوج ديال المعطيات، لكن عندي الثقة الكاملة إن شاء الله الرحمن الرحيم. اللاعبين اللي كذلك عندهم من تجربة ما يكفي، عندهم من إمكانيات ما يكفي، عندهم كذلك من الروح الوطنية ما يكفي، باش أننا نكومبونسيو النقص اللي عندنا في لاعبين كثار اللي ما معناش، وباش أننا نديروا مقابلة إن شاء الله كبيرة تليق بكرة القدم الوطنية، وندوزوا للدور الموالي إن شاء الله. لا يعني كان بكل صراحة يعني المدرب تيبقى يكون عنده قناعات وكيكونوا مستجدات اللي كتعطيهم كذلك المقابلات اللي كيتلعبوا في منافسات من هذا الحجم. ودائما المدرب كيحاول دائما يفكر كذلك على أفضل ديسبوزيتيف ممكن يلعب به، وأفضل تشكيلة كذلك اختيارات ممكن يقوم بها من أجل أنه يحد من الخطورة ديال الفريق الخصم، ويستغل الماكسيموم السلبيات ديال الفريق الخصم.
لا قبل المقابله ولا بوندون المقابله. فكنتمنى من الله باش ربي يوفقنا ونديروا الاختيارات اللي تعطينا لي 3 بوان ان شاء الله الرحمن الرحيم. ثم كتعرفوا بان حنا اول وحدين كنكونوا نبغيو المنتخب الوطني يفوز من كذلك يؤدي بطريقه جيده. انا تنقول دائما ان الجمهور المغربي احسن جمهور في العالم، جمهور ذواق، جمهور راقي، جمهور تيعرف كرة القدم، وجمهور تيبغي النتائج وكيبغي الفرجة. بكل صراحة يعني اولا المنافسين قويين بكل صراحة، مقابلات ماشي سهلة. كرة القدم الحديثة مبقاش كتعترف بمنتخب صغير او منتخب كبير، هذه حقيقة كتبين عليها كذلك هذه المنافسة هذه. إلا غادي نمشي لصلب الموضوع باش نجاوبك على السؤال، غادي نجاوبك بأن المنتخب السعودي الوقت فاش غير 5 لاعبين أو 6 لاعبين انهزم، وهذا منتخب اللي سنين هو كيخدم مع بعضياته، معهم مدرب سنين هو معهم، وعندهم اوتوماتيزمات ديالهم وعندهم اشياء كثيره ديالهم، ومنتخب اللي مؤهل لكاس العالم. حنا عندنا لاعبين ناقصين باش يمكن يكون لو كوتي اوفونسيف، راه خصنا باش يكون افضل. مع هاد اللاعبين اللي عندنا مشكورين كثير على المجهودات اللي كيقوموا بها، لا زحزوح ولا بركاوي ولا تيسودالي ولا اللاعبين اللي كاينين في خط الهجوم، كنا كنمنيو النفس لو كانوا معاهم مهري، وكان معاهم مليوي، وكان معاهم بن شرقي. هادو راه لاعبين مؤثرين ومكثرين كثير. كان يكون عندنا اوراق اخرى باش اننا سور لو بلون فونسيف. وهادو لاعبين كذلك اللي خدمنا معاهم، واخا الخدمه كانت عندنا قليله بزاف، خدمنا فقط 2 ديال لي كونسونطراسيون، ولكن خدموا معنا. فاش خدموا معنا درنا شي حاجه ولو قليله سور لو بلون لانيماسيون فونسيف. فكنظن على انه يمكن باش يمكننا اننا نلعبوا بالطريقه اللي كتبغي الجمهور المغربي واللي حتى حنا كنبغيو. راه حنا هذا من الاشياء اللي مصعبه علينا الامور، فلقينا راسنا اننا كنتادابطاو، اننا كنديروا اون ادابتاسيون، اننا كنلعبوا بلاعبين يعني منقوصين كذلك. انتم شفتوا بان حتى اللاعب حمد الله مشى لنا بالكارطون روج المقابله اللي فاتت، مع ازارو ما كانش المقابله اللي فاتت. فكنظن على انه يعني حنا لاعبين منقوصين كذلك من لاعبين اللي كثار، خصوصا في خط الهجوم. هذا اللي كيجعل انه يمكن، وهاد اللاعبين هادو يعني لاعبين اللي كذلك بدي بروفيل ديفيرون. كما كتعرفوا القيمه ديال اللاعب بن شرقي كيمكن له يدير لك لا ديفيرونس ولو ديزيكيليبر في الخط الدفاعي ديال الفريق الخصم بكل سهوله. لاعب مهري بان بروفيل تري ديفيرون اللي يمكن له كذلك ياخذ لا بروفوندور وبين عليها في الشان وكيبين عليها مع بركان. لاعب المليوي راكم عارفين القيمه ديالو في خط الهجوم والتحركات ديالو. فما كنقولش هادو اللاعبين افضل من اللاعبين الاخرين باش ما تفهمنيش غلط، ولكن كنقول بان لو كانوا متوفرين عندنا هاد اللاعبين اللي خدمنا معاهم ولو العمل كان قليل، ولكن كان الحمد لله يعني زعلنا اننا نديروا واحد لانيماسيون فونسيف ديالنا اللي يمكن لها تعطينا واحد الوجه اخر. لو كانوا هاد اللاعبين مع اللاعبين اللي متوفرين كانت تكون كره اخرى من الناحيه الهجوميه. مي انا كنحاولوا اننا نتطوروا من مقابله بعد مقابله. ما تنساوش بان كيف ما سبق لي وذكرت، المقابله الاولى راه كانوا اول لاعبين لعبوا بعضياتهم، اول مره كيلعبوا مع بعضياتهم، لاعب البركاوي واللاعب بولكسوت. المقابله الاولى اول مقابله كيلعبوا بعضياتهم. ان حتى في لا جيستيون كيفاش جارينا داك لي دو كونسونطراسيون، راه كنا كنديروا لاعبين في المقابلات الحبيه اللي درنا 2 مقابلات، وكنا في واحد لو كونتران ديال خصنا نديروا واحد المنتخب اللي غادي يلعب مقابله ماشي افضل توليفه، ولكن التوليفه مقارنه مع لاعبين اللي غادي نطلقوهم يمشيو يشاركوا في لا تشامبيونز ليغ. فلقينا بان لاعبين اللي واخا لعبوا لا كونسونطراسيون، درنا دي 2 كونسونطراسيون اللي مره واحده اخرى هما قلال مقارنه مع المنتخب مثلا مره واحده اخرى ديال السعوديه اللي شحال من سيونس عندهم وشحال من مقابله حبيه ورسميه عندهم. ولقينا راسنا في المقابله الاولى والثانيه كاين لاعبين اللي اول مره كيلعبوا مع بعضياتهم. لاعب مثلا نتذكر بان مثلا البركاوي مع اللاعب كان كيلعب مع اللاعب منعوت، ما عمر في داك لي 2 كونسونطراسيون بركاوي لعب مع
مع بولكسوت ولقاو راسهم في مقابله رسميه، وعلينا اننا نلقاو الحلول. هادشي عارفينه، علينا اننا ننتصروا، علينا اننا نكونوا عند حسن الظن. نتمنى من الله اننا نكونوا عند حسن ظنكم وعند حسن ظن الجمهور الراقي والذواق واللي كيعشق كره القدم، وحنا غادي نبقى نطوروا ان شاء الله وكنكبروا في هذا لا كومبيتيسيون. شكرا.